مرحبا بكم في قناة أخبار توداي. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. افتتاح فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش بحضور مشاهير من الفن السابع من المغرب والخارج وشخصيات بارزة من عالم الثقافة والفن والإعلام. اجتماع بالرباط للجنة التقنية لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. ودوليا الرئيس الأمريكي يجدد بشرم الشيخ التأكيد على أن بلاده ملتزمة بتنفيذ اتفاق باريس للمناخ من أجل خفض الانبعاثات. أهلا بكم. قبل التفاصيل بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة المملكة المغربية في الدورة الخامسة لمنتدى باريس حول السلام الذي ينعقد يومي 11 و12 من نوفمبر 2022 بالعاصمة الفرنسية. وإلى المدينة الحمراء مراكش، حيث افتتحت مساء اليوم بقصر المؤتمرات فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش بحضور جمهرة من مشاهير الفن السابع من المغرب والخارج وشخصيات بارزة من عالم الثقافة والفن والإعلام. سنعود لتفاصيل هذا الخبر في نشرتنا القادمة. وفي خبر آخر، عقدت اللجنة التقنية لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب التي تضم ممثلين عن شركات البترول بالسنغال وموريتانيا ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والمغرب اجتماعا من 7 إلى 11 من نوفمبر الجاري بالرباط، خصص للتبادل حول تقدم هذا المشروع الاستراتيجي، وذلك غداة خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء. بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أوضح أن عروضا حول مختلف المواضيع المتعلقة بهذا المشروع قدمت بالمناسبة من طرف مكاتب دراسات دولية مرموقة منخرطة في هذا المشروع. وتم يوم الأربعاء بحسب المكتب تنظيم زيارة إلى مقره بطنجة بمنشآت أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي سيتم ربطه بخط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب بهدف تصدير جزء من الغاز نحو أوروبا. وأشار أيضا إلى تقديم عرض حول العمليات من قبل فرق المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن التي تؤمن في الوقت الراهن نقل الغاز الذي يتم اقتناؤه على الصعيد الدولي والذي يتم تفريغه بإسبانيا ونقله نحو المغرب عن طريق التدفق العكسي. وعبرت الوفود عن ارتياحها بخصوص تقدم هذا المشروع، وأشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وانخراطه من أجل إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي لما فيه مصلحة منطقة غرب إفريقيا. عقد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمدريد لقاء عمل مع وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية رييس ماروتو محور حول بحث آفاق تطوير التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقييم التعاون الثنائي الإيجابي في القطاع الصناعي وريادة الأعمال بالنظر إلى الزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين منذ أبريل الماضي بعد زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أفضت إلى خارطة طريق يجرى تنفيذها حاليا. قال كريم سالم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم بجنيف إن حوالي 260 شخصا تمت متابعتهم قضائيا في الجزائر بتهمة ممارسة أعمال إرهابية دون أن يشاركوا في أي أعمال عنف. وأكد سالم منسق المغرب الكبير في المركز الذي يتمتع بوضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة أن الضحايا شاركوا في نشاطات سلمية اتفق المقررون الخاصون للأمم المتحدة ومختلف الآليات الحقوقية الأممية على أنها لا تدخل ضمن تعريف الفعل الإرهابي، مفندا مزاعم الدولة الجزائرية بعدم وجود تعريف موحد للإرهاب. ودوليا جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم بشرم الشيخ التأكيد على أن بلاده ملتزمة بتنفيذ اتفاق باريس للمناخ من أجل خفض الانبعاثات بنسبة 50 إلى 52% بحلول 2030.
الرئيس الأمريكي شدد في كلمة خلال المؤتمر 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على التزام بلاده بمكافحة تغير المناخ وتوفير موارد الطاقة المتجددة، معتبرا أن المهمة تكمن في منع كارثة مناخية والانتقال للطاقة الخضراء. وبعد أن أبرز أن الولايات المتحدة تتعامل مع قضية المناخ كملف عاجل، ذكر بايدن بأنه تعهد خلال العام الماضي بزيادة الدعم الأمريكي 4 أضعاف للتمويل المناخي وتقديم 11 مليار دولار سنويا بحلول عام 2024، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار من أجل التكيف. الرئيس الأمريكي أكد أن السياسة المناخية السليمة هي سياسة اقتصادية، وهي أساس متين للنمو الاقتصادي الشامل والصامد والمستدام، وتسمح بتحقيق التقدم. وفي الورقة الرياضية أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعيين عصام الشرعي مدربا للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، وذلك لخوض الاستحقاقات المقبلة. الجامعة ذكرت أن الشرعي سيقود المنتخب الوطني في منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بداية السنة المقبلة بالجزائر. بالورقة الرياضية نصل إلى نهاية النشر. نشكركم على حسن تتبعكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أخبار توداي، قناة الخبر اليقيني.